ابو العروسه قبل الفرح باسبوعين اتنين وهم قاعدين بيتفقوا على تجهيزات الفرح مع خطيب بنته، قال له اصل الدهب مش هيروح البيت. يعني ايه الدهب مش هيروح البيت؟ يعني ابو العروسه ناوي ياخد دهب بنته ويخليها عنده في بيته. تمام، حقك يا بيه، حقك، مفيش مشكله. المشكله هنا بقى ان انت حسست جوز بنتك ان هو للاسف آه غير امين، انت مش واثق فيه. ماشي، حقك برضه، مفيش مشكله. بس انت اخدت الدهب ليه؟ اخدت الدهب عشان ده مهر، مهر بنتك. حلو. فمهر بنتك مش هيروح عند عريس بنتك اللي هو جايبه. تمام. اصل ممكن يبيعه بعد الفرح، ما يبيعه يا بيه، ما يبيعه، هو حر، حقه يبيعه، حقه. طالما مكتوب عليه في قايمة المنقولات ان هو امانة عنده. قايمة المنقولات اللي هي وصل امانة، بتقول ان الحاجة دي كلها ملك العروسة في حوزة زوجها على سبيل الامانة. طيب الذهب اللي هو مهر، مهر، انت النهارده لما اخدته وحشته عندك في بيتك وما اديتوش لجوز بنتك، يبقى كده انت حاسبه ان هو مهر. طيب مهر، يبقى المفروض ما تكتبش في قائمة الزواج، قائمة منقولات، ده اولا، لان انت اخدته خلاص. تاني حاجة، يتكتب كمهر في قسيمة الزواج. رسالتي هنا بقى للعريس والله يا ابن الناس، اللي انت ناويه زي ما بتقول انا ناوي اخلع قبل الفرح واعملها له مفاجأة، دي كده قلة اصل، دي كده خيانة. خليك واضح وصريح، واقعد مع الراجل قول له والله يا عم الحاج، انت حقك تاخد الدهب عندك في بيتك، مفيش عندي مشكله خالص، ماخدوش عندي في بيتي، تمام، بس انا اسف ده مهر. هنا بالطريقه دي ده مهر حضرتك، مش هيتكتب في قائمه المنقولات، دي اول حاجه. تاني حاجه، هيتكتب المهر اللي انا قدمته لبنتك في قسيمه الزواج بالحرف. انا قدمت دهب ب100,000 جنيه، اتفضل دي 100,000 جنيه، كتبوا في قسيمة الجواز كمهر. قدمت خشب ب100,000 جنيه، هيتكتبوا. شوف انت قدمت مهر كام، تمام، واكتبه في قسيمة الزواج كمهر. عجبه الكلام ده كان بقى، ما عجبوش كل واحد يروح لحاله. لكن تسيبها له مفاجأة وفي الآخر تبقى خاين وقليل الأصل، ما ينفعش. الأصل مش كده، الأصول ما بتقولش كده، الأخلاق ما بتقولش كده. خليك واضح وصريح، أصل ده جواز مفيش فيه لف ودوران. الجواز مفيش فيه لف ودوران، خليك صريح مع الراجل. الراجل قالها لك وش، الراجل قال لك اصل مش هيروح بيتك، خلاص شكرا، وانت خليك صريح معاه. وانا مش هكتبه في قائمه المنقولات، وهكتبه مهر طالما انت خدته عندك، هكتبه مهر في قسيمه الجواز.